السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ صحيحتكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. شفت هذا الكزاج نص كيلو ديال اللحم ديال. رجعت معكم البنات. بالنسبه للتقاليه، ها هي غسلتها مزيان، مصيرنات والريه غسلتهم مزيان. وهاد الكرشه هادي درت ليها نص طلقه، قشرتها بالموس، كيبقى لاصق فيها كتبقى التراب مكيحيدش منها. كتقشرها شويه بالموس باش تحيد منها شويه تنقص. ورقدتها في الخل والماء، الخل والماء والحامض والملح. الحامض راه عصرته مزيان، عصرته وخليته غنرقدها واحد تقريبا ساعه حتى نص ساعه. غنخليها مزيان باش تحيد منك الزفوريه، تحيد منك يعني الريحه كامله، يعني ما تبقاش فيها شي ريحه ولا شي تبقى مزفره صافي. وغادي نغسلها مزيان، نعاود ثاني نغسلها مزيان، حيت الا طيبتها بهذا الماء ديال الحامض كتجي شويه بحال المره. يعني غنشللها مزيان ونديرها تسلق ثاني نص سلقه، باش ان شاء الله ندير لها ندير لها العطريه ونخليها طيب. بالنسبه للبنات، اللحم تاع الراس شفتو راني جبت اللحم تاع الراس تا هو. البنات غتقولوا لي زعما اللحم راه ما كيتغسلش، هانتو راه كيبقى لاصق فيه الزغب، كيبقى لاصق واخا تغسليه ما كيحيدش. نقيته مزيان ودرت ليه واحد شويه الحامض، خليته يتغسل. راه الدم شفتو راه البنات راه واخا غسلتوها انت راه باقي الدم. هادشي اللي كاين ان شاء الله. هانتو البنات راني غسلتها مزيان. شوف الطريقه كيفاش راه ولات كتشعل، ما نكذبش لكم الشريه كي ولات. يعني نقرب لكم التليفون. غسلتها ما نكذبش ما بقاش فيها شي ريحه ولا واحد الزفوريه ولا شي حاجه، راه غسلتها مزيان. يعني تبارك الله الحامض والخل والملحه راه من. هانتو البنات انا رديتها تسلق في الكاسرونه. المهم انا رجعت معكم ان شاء الله بعد اللي كملت التقاليه ان شاء الله، كملت في الطياب. درت ليها نص طايبه وعش درت الزيتون وخيزو الحامض باش طيب مزيان. ما نكذبش لكم طابت مزيان. هادشي اللي كاين. قرب لكم. خبيز ديال الدار كاين عندي، ما عجنتش عندي، باقي عندي الخبز ولي سخنت دابا، باقي زوين البنات، باقي رطب. ومن طبيعه الحال رافقته بالبينه صراحه. دابا هاد الوقيته ديال الربيع كاين اللبن تبارك الله موجود وزوين. دابا مع الربيع كيكون دابا زوين. كيجي واحد السيد من العربيه كيجلس حدانا في الراس ديال الدرب كيبيع هاد اللبن زوين بصراحه. وهادشي اللي كاين، البنات. شاركت معكم الغدا ديالي اليوم ان شاء الله. هادشي اللي قسم الله شاركته معكم. وكنشكركم البنات بزاف على الغداء المتواضع. سمحوا لي شاركت معكم هاد الغديوه المتواضعه على قد الحال، يعني الله يجعل البركه. كنشكركم البنات، كنشكركم بزاف اللي كيخلي لي تعاليق زوينين، اللي كتدخل عندي القناه. شكرا بزاف. اللي مازال ما ما دخلش عندي القناه، ما داخلش عندي دير لي متابعه، يدخل عندي القناه، يخلي لي يدخل عندي القناه ويدير لي متابعه. مرحبا بكم البنات كاملين اللي داخل عندي القناه واللي مازال ما داخل عندي القناه. نتمنىكم ان شاء الله تدخلوا عندي القناه وتدعموني فضلا ليس امرا. وهادشي اللي كاين. تبارك الله البينه زوينه. المهم